الماسك اللي قادر يحول بشرتي من مرهقه وتعبانه وشكلها مش عاجبني خالص بجد يا جماعه، بيحول البشره 180 درجه. اول ما بستخدمه بحس ان بشرتي نورت بمعنى الكلمه. لو عايزه تعرفي ايه هي مكونات الماسك ده كملي معايا لحد الاخر، عايزه اقول لك ان شاء الله يعجبك جدا وهتدعي لي. اهم حاجه كده نصلي على النبي كتير جدا، ولو انت اول مره تشوفيني يا ريت تدعمي الفيديو باللايك وتشتركي في القناه وانزلي صلي على النبي كتير جدا، وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. عايزه اقول لكم يا جماعه الماسك ده بعتمده دايما لما بلاقي بشرتي شكلها مش عاجبني او شكلها مرهق. احلى ماسك ممكن تعمليه وتاخدي نتيجته في نفس الوقت فوريه كده هو الماسك ده، وكلها حاجات على قد الايد وبسيطه جدا. معايا كده يا جماعه معلقه من القهوه، معلقه صغيره من القهوه قادره ان هي تفتح لك بشرتك 3 درجات. متخيله؟ ايوه زي ما بقول لك كده، معلقه واحده من القهوه قادره ان هي تفتح لك بشرتك 3 درجات. وكمان يا جماعه مضاد للاكسده، يعني كده بشرتك هتنور ان شاء الله من اول استخدام. معايا معلقه صغيره من القهوه، زائد كمان ان هي بتزيل اي سواد في بشرتك، يعني لو عندك اي تصبغات، لو عندك اي كلف، وكمان الهالات السوداء، يعني انت تعملي كل حاجه لبشرتك من معلقه من القهوه واحده بس. وكمان بقى يا جماعه معايا المكون الخطير النينجا اللي بيخلي البشره كده ناعمه بطريقه رهيبه، وكمان بيزيل اي غمقان في البشره، بيزيل الطبقه اللي فيها اي تصبغات، بيزيلها تماما، بيخلي بشرتك ناعمه عامله زي البيبي، وهو الشوفان. ايوه الشوفان يا جماعه المطحون. معايا كده معلقه من الشوفان، الشوفان بتاعي عادي جدا، وببدا ان انا اطحنه في الكبه بتاعتي، او ممكن تجيبيه من عند العطار على طول جاهز، وتبداي كده ان انت تدمجي الاثنين دول مع بعض كويس جدا لحد ما تشوفيهم هما الاثنين خلاص اندمجوا وبقوا بالمنظر ده كده اهو. اهم حاجه صلي على النبي، وعايزه اقول لك هتاخدي ان شاء الله احلى نتيجه. ونقلب كويس جدا كده. احلى حاجه لما تعملي الماسك ده هتشوفي النتيجه فوريه ان شاء الله ومن اول استخدام. وعايزه حاجه للنضاره، وعايزه حاجه للتفتيح، وكمان عايزه بعد ما اغسل بشرتي اكون شايفه بشرتي شكلها صحي وجميل ومنوره كده. مفيش احلى يا جماعه من ميه الورد او ميه الزهر، حلوين جدا. اي حاجه استخدمي اي حاجه من الاتنين دول، ما توقفيش نفسك خالص، يعني ما تقوليش لا ما عنديش ده فخلاص مش هعمل الماسك. لا، عايزه اقول لك قومي استخدمي كده الماسك وهتدعي لي ان شاء الله، والنتيجه فوريه. ايوه زي ما بقول لك كده، احلى ماسك ممكن تعمليه وتاخدي النتيجه بتاعته بعد ما تغسلي وشك على طول. بتنوري وما بتبطليش ان انت تعمليه من كتر ما انت شايفه بشرتك قد ايه اتحولت اهو. وبقلب كويس جدا، ما بياخدش ثواني عايزه اقول لكم، ولكن انا عشان بقول لكم تفاصيل فعايزه افهمك كده عشان تاخدي ان شاء الله احلى نتيجه. في الوقت ده بكون غاسله بشرتي كويس جدا بميه دافيه، وكمان متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب. شايفين جاز معايا كده ما شاء الله. بصوا انا عامله الكميه دي هتكفي بشرتي. لو عايزه كمان لايديكي ممتازه، عايزه اقول لكم بتخلي الايد شكلها حلو جدا. زائد كمان لو عندك اي اسمرار، لو انت بتغسلي المواعين وحاسه ان ايدك اغمقت، احلى ماسك ممكن تعمليه. وكمان بيزيل معاكي اي طبقه، لو عندك اسمرار من غسيل المواعين بيشيل معاكي كل الطبقه الغامقه دي، وبيرجع ايدك بتبرق. وكمان النعومه بقى مش عايزه اقول لكم. وهبدا كده ان انا بسم الله هفرده كده بحركات دائريه. شايفين كده يا جماعه الشوفان ده، الحبيبات الصغيره دي بتقشر بشرتي. كمان بعد ما بينشف بقى بتبداي ان انت برضو بتشيليه من على بشرتك بطريقه معينه عشان يزيل معاكي الطبقه اللي فيها الجلد الميت واللي فيها الغمقان اللي مغمقه مسببه للاسمرار اللي في بشرتك دي. وكمان حلوه جدا للاسمرار اللي حوالين الفم. عايزه اقول لكم من احلى الوصفات. وبعمل كده بسيبه ينشف يا جماعه لمده ربع ساعه، وبعدين ببدا ان انا ابل صوابعي كده بميه دافيه وابدا بقى ان انا افرك. عايزه اقول لكم بيبقى ناشف وبينزل بقى يا جماعه سواد السنين. هتشوفي بشرتك ان شاء الله بتلمع ومن اول استخدام. لو وصلتي لحد هنا يا ريت تدعمي الفيديو باللايك وانزلي صلي على النبي في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية كتيره، وصفات تانية كتيره. احلى وصفه ممكن تعمليها قولي لي رايكم في الكومنتات، واهم حاجه تصلوا على النبي، وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. مع السلامه.